لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال قتادة رحمه الله: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام، لا تخلطوا اليهودية والنصرانية بالإسلام. وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيره ولا يجزي إلا به هو الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة وليست من الله. وهكذا جاء عن غيره من السلف نحو هذا الكلام. وخلط اليهودية والنصرانية بالإسلام لها عدة مسميات في واقعنا المعاصر، من ذلك الدعوة إلى وحدة الأديان، والدعوة إلى الحوار بين الأديان وهي وسيلة إلى وحدتها، والدعوة إلى التقارب بين الأديان، والدعوة إلى التعايش بين الحضارات، والدعوة إلى الإخاء بين الأديان، والدعوة إلى الديانة العالمية، وهي ديانة ملفقة من اليهودية والنصرانية والإسلام. وهكذا ما نسمعه في هذه الأيام الدعوة إلى الأديان الإبراهيمية وإلى إنشاء البيت الإبراهيمي، فهذا خلط لليهودية والنصرانية بالإسلام، ودعوة إلى هذا الخلط وإلى هذا المزج، وليس هذا الخلط ولا الدعوة إليه وليد اليوم ولكنه قديم. فتعالوا بنا معاشر المسلمين نمر مرورا سريعا على من خلط اليهودية والنصرانية بالإسلام، أو دعا إلى هذا الخلط بطريقة أو بأخرى. فأول من خلط اليهودية والنصرانية بالإسلام وادعى أنها كلها تعود إلى إبراهيم عليه السلام هم اليهود والنصارى. فادعت اليهود أن إبراهيم منهم، وادعت النصارى أن إبراهيم منهم. فمن الذي رد عليهم؟ رد عليهم الله جل جلاله في كتابه الكريم فقال: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ كيف تدعون أيها اليهود أن إبراهيم كان يهوديا
وزمن إبراهيم قبل زمن نزول التوراة على موسى. وكيف تدعون أيها النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا وما حدثت النصرانية إلا بعد زمن إبراهيم بدهر؟ ولهذا قال سبحانه: أفلا تعقلون؟ أي لو كنتم تعقلون ما قلتم بهذا. ثم برأ الله جل جلاله إبراهيم من اليهودية والنصرانية فقال سبحانه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان المشركين. هذه ملته عبادة الله وحده لا شريك له. هذه ملته الإقبال على الله والإعراض عن كل ما سواه. هذه ملته مفارقة الشرك وأهل الشرك في المكان والأبدان. ثم بين ربنا عز وجل وأخبر بأن أولى الناس به من اتبعه من أمته، وهذا النبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه. فقال سبحانه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ناصرهم ومؤيدهم. وممن خلق اليهودية والنصرانية بالإسلام زنادقة الصوفية وزنادقة الباطنية، وهكذا التتار كما أخبر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال: إن هؤلاء الزنادقة من الصوفية والباطنية كابن سبعين وابن سينا وابن عربي يرون أن أفضل الخلق هو المحقق عندهم. ومن المحقق هو الذي يعتقد وحدة الوجود، يعني ليس في الوجود إلا الله، فكل ما تراه أمامك فهو الله. تعالى الله عما يقول هؤلاء علوا كبيرا. ثم يقولون: إذا وصل الرجل إلى هذه المرتبة وهو عندهم أفضل الخلق لا يضره أن يكون يهوديا أو نصرانيا، ويجوزون للرجل أن يتمسك باليهودية والنصرانية كما يتمسك بالإسلام. ويرون زنادقة الصوفية وزنادقة الباطنية أن اليهودية والنصرانية والإسلام يرونها كلها طرقا إلى الله تعالى بمنزلة المذاهب عند المسلمين. ويقول عن التتار: كان كبراؤهم ووزراؤهم يرون أن دين الإسلام كدين اليهودية والنصرانية أو كدين اليهودي والنصراني، ويرون طرقا إلى الله بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين. ولهذا كفر العلماء التتار لأنهم لا يفرقون بين اليهودية والنصرانية والإسلام، وأفتوا بقتالهم. ممن خلق اليهودية والنصرانية بالإسلام الفرقة البهائية، ولها نشاط في عدد من بلدان العالم في زماننا هذا. وهذه الفرقة تدعو إلى ما يسمى بالديانة العالمية، وهي ديانة ملفقة من الأديان الثلاثة. ويرون أن هذه الديانة العالمية ناسخة للإسلام وغيره، وأنه لا سعادة ولا اطمئنان ولا راحة للعالم إلا بأن يعتنق هذه الديانة العالمية. وممن خلط ودعا إلى الخلط بين اليهودية والنصرانية والإسلام جمال الدين الأفغاني، وهو ليس بأفغاني وإنما هو فارسي إيراني باطني رافضي خبيث له
وتلفظ عنه هذه الدعوة تلميذه محمد عبده. وهذان الرجلان معظمان عند تنظيم الإخوان، ولهذا رؤوس الإخوان من أكبر الدعاة إلى توحيد الأديان الثلاثة والمزج بينها. فحسن البنا يصف النصارى بأنهم إخوان لنا، ويقول في اليهود لا عداوة بيننا وبينهم دينية، فإذا ردوا لنا الأرض صرنا إخوة. وكذا قال مثل هذا الكلام يوسف القرضاوي، وكلامه في هذا مشهور. بل لما مات البابا دعا له بالرحمة واستغفر له، ودعا الله أن يرفع درجته. وهذا سيد قطب الذي يقول إن عقيدة الإسلام تسوق من الشيوعية والمسيحية مزيجا تحقق أهدافهما، ويزيد على ذلك بالعدل والاتزان. الإسلام يسوق من المسيحية والشيوعية مزيجا، مزج وخلط. سئل بعض العلماء عن هذه المقولة فقال: هذه دعوة إلى وحدة الأديان. وهكذا رؤوس الصوفية ممن دعوا إلى الخلط والمزج وإلى هذا اللبس بين هذه الأديان الثلاثة، كعلي الجفري الصوفي الخبيث الذي يقول في تسجيل له: أنا أحب اليهود، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وهكذا أحمد الطيب رئيس الأزهر وهو صوفي أشعري قبوري وقع وثيقة التعايش قبل عامين، نحو من عامين مع البابا، وفيها الإقرار للنصارى بأنهم أخوة إلى كل هؤلاء. نرد عليهم بآية من كتاب الله وحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية فقوله سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأما الحديث فقوله صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به، يعني الإسلام، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أكبه الله في النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، وكما أن دعاة الباطل يظهرون الباطل في صورة الحق ويزينونه ويزخرفونه ويلمعونه حتى يغتر الناس وينخدعون بهذا البريق وهذا اللمعان، فكذلك يظهرون الحق في صورة الباطل ويشنعون عليه ويقبحونه في أعين الناس. ومن ذلك أمر الصلح مع الكفار من يهود ونصارى وغيرهم من المشركين. فترى في هذه الأيام التشنيع والتقبيح في إعلام الإخوان، يشوهون أمر الصلح ويجعلونه من إسقاط العداوة والبغضاء ومن
ومن هدم عقيدة الولاء والبراء. ولهذا ننبه ببعض التنبيهات. التنبيه الأول أن أمر الصلح مع الكفرة من يهود ونصارى وغيرهم من خصوصيات ولي الأمر، فهو الذي يرى بحسب المصلحة عقد الصلح أولى، فإذا رأى المصلحة للإسلام والمسلمين أو لدولته وشعبه فهذا من اختصاصه والله يسأله عن ذلك. التنبيه الثاني أن أمر الصلح مع الكفرة من يهود وغيرهم جائز شرعا بحسب الحاجة، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين ومع اليهود، وفعله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم يكن في ذلك لا إسقاط للعداوة والبغضاء ولا هدم لعقيدة الولاء والبراء. فالصلح مع الكفرة ليس معناه التنازل عن ثوابت وأصول الدين، ولهذا أفتى العلماء بجواز الصلح عند الحاجة مع اليهود وغيرهم. التنبيه الثالث أن الصلح مع اليهود ومع غيرهم من الكفرة ليس فيه إلغاء للجهاد، بل إذا كان المسلمون في حال ضعف كما هو الحال في زماننا هذا، فالمسلمون في ضعف وهم من ضعف إلى ضعف، تأتي المصائب الكبار تشق صفهم وتضعف قوتهم، وجاءت توراة الربيع فأضعفتهم أكثر وأكثر وصاروا في ضعف. ولهذا يقول العلامة الإمام ربيع بن هادي حفظه الله: المسلمون اليوم لا يستطيعون أن يقتلعوا اليهود من فلسطين، لأن اليهود يقف معهم العالم كله، أمريكا وروسيا، فإذا أخذ المسلمون في الصلح فلا بأس في ذلك، ثم إذا حصلت القوة للمسلمين فإنهم سيطاردون النصارى وسيطردون اليهود من فلسطين. المسلمون سيقاتلون النصارى في القسطنطينية ثم يرجعون إلى قتال الدجال ومن معه مع عيسى عليه السلام، وأتباع الدجال منهم اليهود، وذاك في فلسطين، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. وهؤلاء المسلمون الذين سيقاتلون اليهود، هؤلاء المسلمون الذين تربوا على منهاج النبوة، على المنهج السلفي لا على المنهج الإخواني الذي يقول بأن النصارى إخوة وأن اليهود ليس بيننا وبينهم عداوة دينية. فالمسلمون الذين سيطردون اليهود من فلسطين وسيقاتلون النصارى الذين تربوا على المنهج السلفي لا على البدع ولا على الخرافات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم القائل: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى أن يأتي أمر الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله، أوله وآخره، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وهي ما يسمى بتوحيد الأديان، فإن هذا المبدأ منكر عظيم، لأن مقتضاه ولازمه أن تكون الأديان السابقة باقية مقبولة عند الله مرضية له، وهو مبدأ خطير.
ولا يمكن أن نوحد الأديان. وإن دين اليهود ودين النصارى بالنسبة لشريعة الله كسائر الأديان ليس مقبولا عند الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكيف يليق بنا أن نحاول ما يسمى بتوحيد الأديان؟ وهل هذا إلا محادة ومضادة لشريعة الله؟ التعايش الطائفي معناه أنك تقر الباطل ولا تدعو إلى الخير ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لا تنكر الشرك، لا تنكر البدع، لا تدعو إلى التوحيد. هذا معنى التعايش الطائفي. نتعايش مع الروافض، مع الصوفية الغلاة عباد القبور، نتعايش مع هؤلاء ولا نحرك فيهم ساكنا. وهذه هي دعوة الإخوان المسلمين الضالة التي أشرت إليها، أنهم انحرفوا عن منهج الأنبياء، بل يحاربون من يدعو إلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويتولون الروافض والخوارج والصوفية وكل أهل الضلال، بل حتى يتحالفون مع العلمانيين، مع الشيوعيين، مع الروافض، مع البعثيين، مع كل هؤلاء. بارك الله فيك. هذه دعوة ضالة. المنهج السلفي ضدها ويحاربها، والمنهج السلفي واضح والحمد لله، ليس فيه المداهنات في البدع. ولقد أشرت لكم إلى كتب أهل السنة التي تدعو إلى منهج الله الحق وتحذر من البدع وتفندها بالحجج والبراهين. وهذا هو الطريق. لا تزال طائفة من أمتها الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهذه الطائفة هي التي تدعو إلى توحيد الله الحق وإلى منهج الله الحق وإلى اتباع الرسول وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد البدع وتفنيد الشرك وتفنيد الضلال. هذه هي الدعوة الصحيحة التي هي وراثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، ورثوهم في ماذا؟ في التعايش السلمي، التعايش الطائفي الباطل، ورثوهم في الدعوة إلى توحيد الله وإلى العلم النافع وإلى العمل الصالح. دين إبراهيم هو الإسلام. اليهود يقولون لا، دين إبراهيم هو اليهودية. النصارى يقولون دين إبراهيم هو النصرانية. قال الله جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا دين إبراهيم عليه السلام. ما هو بيهودي ولا كيف يكون يهودي ونصراني، والنصرانية واليهودية ما حدثت إلا من بعده. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ فإبراهيم حنيف مسلم، فكل حنيف مسلم فإنه على دين إبراهيم، ومن أعرض عنه فإنه سفيه خفيف العقل ناقص العقل، باطل التصرف. السفيه لا يصح تصرفه. نعم. شوف حكم الله عليهم بالسفه. نعم.